يقع في هذه اللحظات تزوير التاريخ التونسي من قبل الشركة العملاقة للإنتاجات السينمائية نتفليكس. فبعد قيام هذه الأخيرة بتشويه التاريخ المصري عن طريق تجسيد الملكة كليوباترا على أنها من ذوي البشرة السمراء، في حين أنه تاريخيا كانت هذه الملكة فاتحة البشرة. كما تناول الوثائقي الذي يحمل اسم كوين كليوباترا عدة مغالطات تاريخية لا صحة لها. There is no Rome without Egypt. ليأتي الدور هذه المرة على التاريخ القرطاجي التونسي، وتحديدا القائد العسكري حنا بعل، الذي سيقوم الممثل الأمريكي دينزل واشنطن بتجسيده. وكمصادفة أخرى يقع تجسيد البطل التاريخي على أنه من ذوي البشرة السمراء في حين أنه كان فاتح البشرة. فهل حقا سنعتبرها مصادفة أخرى أم أن نتفليكس تريد طمس تاريخ شمال إفريقيا؟